بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقولك بقى ازاي كده من اللبن الحليب هنطلع احلى جبنة قريش وكمان احلى زبدة مضمونة. بجد لو هتعملي كده هيبقى عندك كنز في البيت كده من غير تكاليف ومن غير اي مصاريف. يلا بقى تعالي بقى معايا كده نشوف ازاي هنعمل مع بعض احلى زبدة رمضان، ونعمل مع بعض كمان جبنة قريش كمان تقدري تاكليها في رمضان او في اي وقت كمان. جميلة جدا. وكمان عايزة اقول لكم من اللبن الحليب اللي انت بتجيبيه من عند السوبر ماركت او من الفلاحة تقدري تعملي منها الوصفة ديت. بس اهم حاجة بقى كده هو تشجعوني بلايك كتير لو انتوا بتحبوا الوصفات البيتي. اعملوا اشتراك للقناة عشان بجد هننزل وصفات حلوة كتير هتنفعكم بقى كمان في رمضان، وهنعملوا حلويات وكل حاجة. اول حاجة بقى كده هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ كده وصفتنا على طول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة كده هوت معايا 4 كيلو من اللبن الحليب. زي ما انتم شايفين كده هوت هفضيهم في أي حاجة سواء بلاستيك أو ألمونيا أو أي حاجة، وهحط فيهم بس لقمة كده من العيش أو الخبز زي ما بتسموه، وهسيبه كده هوت هغطيه، مش هعمل فيه أي حاجة غير إن أنا هدفي الفرن وهسيبه فيه. بصوا بقى يقعد معاكم بقى في الساعة دي ممكن ياخد معاكم يومين او ممكن اكتر شوية، حسب برضو اللبن معاكي. لو اللبن معاكي يعني ما كانش ساقع قوي ممكن ما ياخدش معاكي وقت طويل قوي، يا دوبك يبقى يوم ونص كده او يومين. اول ما تلاقي كده تكشف تشيلي الغطا من عليه كده هوت، وتبصي عليه وحركي كده الحله حاجه بسيطه لقيتيها متماسكه خلاص كده اهو. ببدا احط بقى اللبن بتاعي في التلاجة، وعشان اعرف اطلع الوش كده بالشكل ده. كنت عامله معاكم قبل كده مطلعه القشطه وكانت طالعه متماسكه معايا اكتر من كده، بس بتبقى حسب نوع اللبن. لو اللبن كده تقيل كده بتطلع القشطه بتاعته اكتر من كده، وكمان كانت طالعه معايا رولات كده هوت ما شاء الله كانت جميله جدا. هحاول برضه اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت كده هوت في نهايه الشاشه. وزي ما انتم شايفين بقى كده انا طلعت كميه القشطه او الكريمه اللي طلعت معانا، وكان عندي كمان قشطه من الاول هنجمعهم بقى مع بعض وهنعملهم زبده. بس دلوقتي بقى خلينا بقى في الجبنه. ده كده بقى اللبن بقى اللي هو اللي راب معانا، هطلع بقى منه كده ايه هنعمل مع بعض جبنه قريش. عايزه اقولك لو جربتي الجبنه القريش دي في البيت عمرك ما هتشتريها من بره تاني، عشان طعمها بس. يعني عايزه اقولك مش حكايه توفير بس، هي فيها توفير كتير، بس كمان الطعم بجد يختلف خالص عن الجبنه بتاعت بره. وكمان هنعملها بدون حصيره، انا ما عنديش حصيره، وطبعا ناس كتير ما عندهاش حصيره. اللي عندهم حصيره دي بتبقى ناس قليله، وبتبقى ناس هي طبيعتها ايه من الفلاحين، فبيبقى الجبنة دي حاجة عندهم ايه يعني معروفة، هم عندهم الحصيرة وبيعملوا الجبنة. احنا بقى ما عندناش حصيرة، وهنعملها بقى عادي في اي مصفى عادية. وهتحطي تحت منها حاجة كده عشان خاطر الشرش اللي بيقع ده كده إيه يعني ينزل بعيد عن المصفى. طبعا انا حاطه قماشه كده جوه المصفى عشان خاطر إيه الجبنه ما تنزلش يعني. لما الجبنه كده صفت جزء من الشرش اللي فيها، هبدا احط بقى الملح ده حسب الرغبه، عايزه تخليها حادقه او عذبه براحتك. انا لو حطيت معلقه واحده كده على ال4 كيلو او معلقتين هتبقى متوسطه كده، مش هتبقى اللي هي ايه حادقه قوي. عايزاها حادقه هتحطي وتبقي تدوقيها، يعني ممكن تدوقيها في الوقت دوت. خلاص كده انا اقلبها بقى كده تقليبه بسيطه، وبعد كده ايه هسويها وارجع اغطيها كده تاني واسيبها لحد ما تصفي بقى كميه الميه ايه اللي فيها خالص. ممكن لو عاملاها بالليل تسيبيها للصبح، لو عاملاها بالنهار كده تسيبيها لحد اخر النهار. خلاص بقى الجبنه انا سبتها كنت عاملاها بالليل وسبتها بقى كده هوت ايه اتصفت بقى كده خالص براحتها، يعني ما فيهاش ميه خالص كده. هبدا بقى كده اقلبها معاكم واوريكم بقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى ما شاء الله معانا قرص جبنه زي الفل، يعني هتمسكيه بقى كده تقطعيه بقى زي ما انت حابه. وبجد عايزه اقول لكم طعمها كده يتاكل حاف. طبعا في ناس كتير الفتره دي بتبقى صايمه، كل سنه وانتم طيبين، بتبقى حلوه جدا في السحور او في الفطار في الايام العاديه. فرمضان بقى جاي كمان، كل سنه وانتم طيبين، بجد مش هتستغنى عنها. لو انت في الوقت ده حسيتيها ان هي عدة، بصوا بقى عايزه اقول لكم طعمها كريمي جدا كده، وتحسي انها جبنه بخيرها، كانك مش واخده منها اي قشطه ولا اي حاجه. بقى تزوديها ملح تاني، ترش عليها ملح وهتبقى معاكي بقى ايه الطعم اللي انت عايزاه. بس طبعا ناس كتير بيحبوها تكون عدة كده هوت، بالذات الناس بقى اللي هم الضغط عندهم عالي وكده. هنا بقى الزبدة اللي كانت عندي في الفريزر، لو تفتكروا اللي كان معايا شاف الفيديو اللي قبل كده،
كانت معايا القشطه كنت شايلاها في الفريزر وطلعتها فكت بقى كده اهوت ايه من قبليها. والقشطه اللي احنا مطلعينها من المره دي هاخد بقى ده كله كده اهوت هفضيه بقى كده في حاجه واسعه، لان المره جيت ان انا اضربها كنت هضربها ايه في نفس العلبه الصغيره، فطبعا هي محتاجه حاجه واسعه عشان ما تاخدش معاكي وقت. هفضي بقى دي ودي كده واجمعهم مع بعض. وكنت عامله برضو جبنه قبل كده معاكم، وممكن على فكره لو انتي بتحوشي وش اللبن برضو تعمليه بنفس الطريقه. يعني بصوا ديلت كده طلعتهم من 3 مرات. همسك بقى كده هوت ايه تقدري تعمليها بالمعلقه، بس بصراحه بحس ان بالايد بتبقى اريح يعني. هفضل بقى كده ايه اضرب فيها كده بالشكل ده لحد بقى ايه في بصوا دلوقتي لازقه في ايدي ازاي، بعد كده هتبدا بقى كده تلاقيها ما بتلزقش في الايد وهتبدا تفرول معاكي. انا بص ايه يعني هوريكم كده اهو تشوفوا بقى بعينيكم الفرق ما بينها ايه واحده واحده بتتغير ازاي. بصوا تحسي القوام بتاعها بيختلف وما بقتش بقى ايه لازقه في ايدي قوي، مش كريميه، بدات بقى تفرول. كل بقى ما هتقلبي هتلاقي الفروله دي زادت، وتحسي بقى ايدك بدات ايه تتبل ميه. واحده واحده هتلاقي بقى خرجت اللبن اللي فيها الزياده، وهتبدا تتكور معاكي بقى كده اهوت إيه هتشوفوها يعني اكيد واحده واحده كده معايا. بصوا بقى بتبدا تعمل ازاي، ما تزهقيش بقى قلبي فيها. وعلى فكرة لما بتبقي انتي مطلعاها مش مش يعني ايه مطلعه القشطة جامدة كده ما بتاخدش معاكي وقت في الضرب، ممكن تاخد لها بس كده ايه من 5 دقايق ل10 دقايق. مش هحدد لك وقت لان فعلا ساعات بتطول وساعات لا. بصوا بقى بدأت بقى انا دلوقتي باخد شوية بعصرها بتنقط مية ازاي قدامكم. هبدأ بقى كده هوت ايه يعني كده عرفت ان هي قربت تخلص معايا. هفضل كده هوت الف فيها بالشكل ده. وممكن في ناس بتحطها في العجانة إيه وبتتعمل معاكي بنفس الطريقة. والله عندي عجان بس بكسل احطها في العجان برضه، ففي الايد في الايد كده احسن بقى. بفضل بقى ايه الم كده فيها، وبدأت بص بقى المية تبان معايا ازاي في او الشرش. بص الشرش بقى ايه بدأ يطلع ويظهر بقى ايه يعني على طول. هفضل بقى الم كده فيها، وبعد كده بقى اكورها بقى كده كور كده. وعايزه اقولك بقى دي احسن زبده يعني تقدري تسيحيها كده اهوت بجد ريحتها بتبقى قلبة الدنيا. عايزه اقولكم من جمالها لو فضيتي عليها سمنه، يعني جيتي تسيحيها وفضيتي عليها اي نوع سمنه انت بتفضليه مثلا وسيحتيها عليها، في الاخر هتحسي انها كلها سمنه فلاحي. بصوا عامله ازاي والله العظيم ما شاء الله بجد. إيه النوع ده كده من الزبده انت عشان تجيبيه من بره هتجيبيه بمبلغ كبير، لان الزبده بره ليها اسعار مختلفه. فعشان تجيبي زبده زي دي كده هوت مش هتبقى اقل من 400 جنيه الكيلو. ودينا طلعنا زبده احلى زبده في البيت من غير تكاليف كتير ويعني يعتبر والله احنا ما بنطلع الجبنه الفلاحي لوحدها دي كده يمكن بتمن اللبن. بصوا بقى خلاص انا هلمهم بقى كده اهو اصفي كده الشرش ده، والشرش ده كمان برضو بنقدر نعجن بيه ونعمل بيه معجنات جميلة. جبت بقى كده اي معلقة سيليكون عشان خاطر مش هرمي حاجة بقى. هنلم بقى كده ايه كل اللي في الحاجة اللي في البولة، يعني مش هنخلي حاجة. انا بقى عشان هسيحها على طول ما شطفتهاش. انتي لو هتركنيها عشان ما تمررش معاكي تجيبي مية كده ساقعة وتشطفي كده فيها الزبدة، وفي مرة تانية بإذن الله هبقى اعملها معاكم بالطريقة دي. بس انا هسيحها على طول، وان شاء الله الفيديو اللي جاي بإذن الله هنزل لكم طريقة التسييح بتاعتها وهوريكم انا بزودها ايه عشان الكمية تبقى كبيرة وفي نفس الوقت تفضل برضو بنفس طعم الريحة الفلاحي. بس مرضيش انزلها لكم في نفس الفيديو عشان ما اطولش عليكم ويبقى الفيديو طويل قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.